وأحسوا بالخطأ. حضرت مرة من المرات في البيضاء في محاضرة جمعت بيننا وبين مجموعة من المجموعات المعارضة، سمعوا أننا سنأتي نعمل محاضرة، هذا ذكرني الآن الموضوع. فنحن حضرنا في المسجد صلاة المغرب، وإذا بالمسجد مملوء من هذه الجماعات، حتى المنبر فيه مسلحين، منبر المسجد. وأشاعوا في المسجد أن فلان من زعمائهم سيلقي محاضرة، وأنا المحاضرة كانت مقررة لي في هذا المسجد. فعندما رأيت الوضع أصحابنا استوفزهم الأمر وجاءوا بأسلحة. بعض الأشخاص اللي هم بالطبع كثير من أصحاب البيضاء يحملوا السلاح، فجاءوا وهم مستوفزين، وكان الوضع متوتر جدا في المسجد. وصادف أن الرجل هذا اللي بيحاضر جاء وجلس بجانبي في نفس الصف بجانبي، وتعرفت عليه وسلمت عليه وتحدثت معه، وسألته قلت له: لماذا هذا الحشد؟ قال: نحن عندنا محاضرة مرتبة. قلت له: إذن ابدأ أنت بمحاضرتك وأنا سأكون بعدك. قال: أنت عندك محاضرة؟ قلت له: أعتقد، لأنه حتى الإعلانات مذكورة وعلى ما تحبون، نحن نريد نسمع نستفيد. سكت. عندما جاء وقت الصلاة أقامت الصلاة، قلت له: تفضل تقدم للصلاة. استحال أنه يعرف أن المسجد مسجد جامع وأصحابنا فيه، فقال: لا، أصلي بعدك. صليت بالناس، صلينا والمسلحين في هذا المنبر، في المنبر. فرغنا من الصلاة، قام أحد الحاضرين من اللي هم مرتبين عشان قال: الحي أبو بكر عنده محاضرة. فقمت أنا مباشرة وقلت: أولا أقدم إليكم الشيخ الذي جاءنا مع هذه المجموعة جزاهم الله خير، لأجل يقيمون محاضرة فيها النفع وفيها الإفادة، ونحن أصلا يجب أن نستمع ونستفيد ولا نستوفز ضد بعضنا البعض. فهؤلاء يريدوا أن يقولوا كلام فيه الخير، ونحن لدينا نصيب إن شاء الله من الخير، فنتوافق. ولهذا أنا أفضل أن يبدأ. قال: لا لا لا، تفضل تكلم. فتكلمت، بدأنا نتكلم. شفت أصحاب الأسلحة حطوا أسلحتهم ونزلوا لي. كانوا هناك على الأبواب كل واحد منهم بينفجر كأن عليها قنبلة موقوتة. جلسوا إلى حد أن واحد من أصحابنا يقول: والله إني خزيت على نفسي لما جبت السلاح. هذا هو. وبدأنا نتكلم عن أمة لا إله إلا الله، وما بينهم من التآلف وما بينهم من التعارف، وكلنا على مذهبه وكلنا على رؤيته، ونحن محتاجين إلى من ينجح. يا أخي، بسلاحك بهمتك بقوتك نحن محتاجين لك، بس ابرز لنا العمل. ماذا عندك؟ هات برنامجك، بغينا نشوف البرنامج. برنامجك في الاقتصاد، برنامجك في الاعتقاد، برنامجك في التربية، برنامجك في التعليم. وأما كون نتنازع في المسجد ويصيح على بعضنا البعض، وكل واحد منا يروح إلى البيت وإلى البنك وإلى السوق وإلى المدرسة وإلى الإعلام لأجل يخدم الشيطان ويخدم الكفر، هذا ما هو دين، هذه فتنة يجب علينا نتنبه لها. فرغنا من الكلمة، سمحوا له يقوم يتكلم. قام يتكلم، طرق نفس الموضوع، ما خرج عنه مقدار أنملة، موافقا على ذلك وداعيا إلى جمع الكلمة وإلى الوداد وإلى صلاح الأحوال، وخرجت الناس وقلوبها ريضة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الداعي أو العالم، ما هو دحين هذا مدح، لكن هو تقرير حالة، أننا رأينا شيء مخيف. لأن محاضرات جرت في هذه المواطن، أذكر لكثير من العلماء ماذا كانت نتيجتها؟ ضرب الرصاص. ضرب الرصاص في المسجد في المحاضرة، صح أنه ليس موجه لأحد لكن للتخويف. نتيجة لما تأتي مباشرة ضد كما سمعتم، أو تأتي مكيدة، شيطان يدخل بطريقة أخرى لأجل يفسد مثل هذه الأمور. ولهذا نجد أن هذا نوع من أنواع المكائد التي بثها الشيطان في ذلك العصر على يد اليهود، وربما كثير من المسلمين يقعون في مثل هذا الأمر. فنسأل الله لنا ولكم الحفظ، ونسأله التوفيق، ونسأله الهداية.